واهلا وسهلا بيكم. انتوا يا شباب قباطي، يا خيرة الشباب في قباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. صدق الله العظيم. وفي حديث قدسي شريف قال رب العزة سبحانه وتعالى: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله وعيال الله عباده. وفي حديث آخر قدسي: طوبى لمن أجريت الخير على يديه. وإن شاء الله تجرى الخير في قماطي على أيديكم الطيب وهمتكم وعزم الشباب فيكم وحكمة الشيوخ فيكم أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: الخير بي والأمة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإحنا نحكي حول رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله إنه أنتم يا شبابنا يا مرشحين قباطي يا شباب الطيب اللي إحنا بنعرفكم وبنتبيكم وشايفين فيكم الخير، أنتم إخواننا مرشحين فتح إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومع احترامنا وتقديرنا لكل المنظمات ولكل الفصائل ولكل التنظيمات الفلسطينية، في حقيقة بتقول على خاصة العالم بلد واحد اسمها قباطي. وهاي قباطي جزء من أهل قباطي قاعدين بحطوا قباطي أمانة بين إيديكم لتكفهم فيكم. وفي حقيقة ثانية بتقول إنه كل بلد مرشح للانتخابات في قباطي من قباطي، اللي بينجح منها واللي ما بينجحش منها، اللي بينجح بيحمل المسؤولية وبيحمل الأمانة وبيحمل ثقة الناس بيه، ثقة أهل بلده بيه، واللي ما بينجحش الله يعطيه العافية. أول على آخر اللي بينجح منا واللي ما بينجح منا. أهلا وسهلا بيكم. أملنا بالله إنه أنتوا تاخذوا حظكم في خدمة هاي البلد، وهاي أنتوا بتحطوا على ثقة أهل بلدكم قاعدين، وهاي جرايبكم السباعي. تعودنا إحنا على ظهر الطاولة مش تحتها، إحنا بإذن الله حصتكم منا بتاخذوها وافية في صناديق الانتخابات إن شاء الله. وبإذن الله ربنا بيوفقكم وثقتنا فيكم وأهلا وسهلا بكم. وإن شاء الله بتعمر هالبلد في على إيديكم مع عدم تجاهلنا لكل من ساهم في عمل خير في هذه البلد، وبطلهم كل الشكر والتقدير اللي قبلكم اللي سبقوكم. برضه بنقول إن شاء الله كل مشروع ناقص إلا يتم على إيديكم، ونتباهى ونتفاخر في بلدنا مع جيراننا مع القرى والمدن المجاورين لنا، ونقول هذه بلدنا اكتملت مشاريعها، وتخافوا على المواطن وعلى حقوقه عليكم، ويصلوا خدماته بطريقة سهلة ومريحة. وآخر شيء أهلا وسهلا بكم، وباسم السباعنا برضه برحب بكم وبحييكم، وإن شاء الله تعالى إنه إحنا معكم واقفين معكم، والله يوفق. والسلام عليكم. طبعا انا واخواني الزملاء نشكركم على هذا اللقاء فعلا اللي مش غريب عن خالدكم ووفائكم على كل صعد، وكان مغالي او كان انساني او كان اجتماعي. يعني احنا بالسبعني ناس السبعني احنا ببيوتنا ديوان السبعني، وفي لنا يعني محطات تاريخيه ما بينهم، وبنعرف لهم الكرم والوفاء اللي قدموه. وحقيقه يعني احنا لا ننكر انه هاي الناس عمرهم ما قدموا حاجه وما اخذوا دورهم في او اخذوا حقهم فيه. فانا وزملائي جميعا بشكر وشرفنا ان نكون بين اياديكم، وبشكر فيكم طبعا الثقه الغاليه اللي اولادهم اياها، وان شاء الله بنكون